7. واللي قدامنا ده يبقى الجندي الامريكي ماسيوس، والتاني ده يبقى الجندي الامريكي ايز. وهما الاتنين قاعدين دلوقتي وبيراقبوا المكان ده اللي بيكون ميت فيه جنود امريكان وعمال امداد خط غاز في العراق، ومهمتهم اللي موجودين عشانها انهم يقتلوا الشخص اللي قتل الجنود الامريكان والعمال. وبيكونوا قاعدين وماسكين القناصات وبيراقبوا المكان وبيشوفوا لو في اي حد موجود عشان يقتلوه. وماسيوس بيبقى متضايق جدا لانهم بقالهم فتره طويله قاعدين في المكان ومفيش اي حركه قدامهم. وبيقول له ايز هو احنا بقالنا قد ايه هنا؟ ايز بيقول له 20 ساعه. وايز بيقول له ان اللي ماتوا هناك عددهم 8 وكلهم ماتوا خلال 30 ثانيه، واكيد اللي عمل كده يبقى قناص عراقي محترف. لكن ماسيوس بيبقى متضايق جدا ويقول له ما تقولش كده، انا هروح هناك عشان اجيب جهاز اللاسلكي من الجندي اللي ميت هناك ونتصل بمركز المساعده ونمشي من هنا. وماسيوس بيقوم ويقف ويلبس النضاره بتاعته عشان يروح عندهم عشان يجيب جهاز الارسال ويطلب المساعده. لكن ايز بيقول له انا لو مكانك مش هعمل كده. وبيروح ماسيوس وبيكون ايز ماسك المنظار وبيعمل له كفر من عنده، ويروح ماسيوس ويبص على الناس اللي ماتت وبيلاقيهم كلهم مضروبين في دماغهم. وماسيوس بيقول لايز ان اللي عمل كده يبقى قناص عراقي محترف فعلا. وايز بيقول له طب تعالى هنا بسرعه. وفجاه المنظار اللي ماسكه بيجي عليه غبار والرؤيه بتاعته بتبقى مش واضحه، وايز بيقوم عشان ينظفه. وماسيوس بيبقى واقف خايف من منظر الناس المقتوله ومضروبه في دماغها بكل دقه. وفجاه ماسيوس بيتضرب بالطلقه في رجله، وايز بيبص عليه بيلاقيه وقع على الارض ولا يعلم من اين اتت هذه الطلقه يا ولدي. وبيقوم ايز ويلبس الخوذه وياخد السلاح ويجري على ماسيوس وبيعمل فيها ناصح وبيجري يمين وشمال عشان القناص العراقي ما يجيبوش. لكن القناص البطل بيكون شايفه ومراقبه كويس قوي، ولما بيوصل عنده مش بياخد طلقه واحده بس، لا بياخد 3، واحده في رجله وواحده في جهاز اللاسلكي اللي شايله وواحده في قربه الميه بتاعته. وبيقع على الارض زي الخروف، لكنه بيقوم ويروح وينط ورا السور ده ويقعد ينهج ويتألم زي النسوان، ويبص على ركبته اللي اتفرتكت واتعمل فيها خرم زي خرم الاوزون. وبيمسك السلاح بتاعه ويروح ينادي على ماسيوس، لكن ماسيوس بيبقى راقد زي الخروف وبيتوجع من الالم. وايز بيقول له استخدم صدادة النزيف عشان النزيف يقف، لكن ماسيوس بيبقى راقد على الارض ولا حول له ولا قوه. وبيكلم ايز وبيقول له انا محتاجك تساعدني، لكن ايز بيقول له انا مش هقدر، انت عارف الكلام ده. وبيروح عشان يربط رجله بسدادة النزيف ويوقف الدم اللي نازل وبيكتب عليها ساعه الاصابه. وبيستخدم جهاز الارسال عشان يطلب المساعده، لكن جهاز الارسال بتاعه بيكون متعطل وبيحاول مره واتنين لكنه بيفشل. وماسيوس بيقول لايز انه قدامه فرصه يضرب بيها القناص العراقي، لكن ايز بيقول له ما تعملش كده عشان لو اتحركت هيقتلك على طول. وماسيوس بيقول لايز احسب لي مسافه الصوت بتاع الطلقه اللي انضربت كده عشان من خلال الوقت بتاع الطلقه يقدر يحسب المسافه ما بينه وما بين القناص. وايز بيروح يعمل فتحه في الجدار عشان يحط فيها السكوب، لكن وهو بيعمل الفتحه الطوب بيقع على ايده ويعمل له واوا، لكنه بينجح يحط السكوب وبيقول لماسيوس ان هو كده كاشف المكان. لكن ماسيوس بيكون تولاه الله ومش بيرد عليه. وعشان الجند الامريكي ضد الميه ضد النار ضد الحشره ضد الفار، بيقوم جايب سكينه ومطلع الرصاصه اللي في رجله ويقعد يولول زي النسوان جنب الجدار، ويجيب شاش وقطن ويربط رجله، لكنه بيغمى عليه وبيصحى على حد بيكلمه في السماعه ويركب السماعه في ودنه ويقول للي بيكلمه انهم انضرب عليهم نار ومحتاجين مساعده. لكن الشخص اللي بيكلمه بيقول له انا محتاجك تعرفني هويتك بالظبط. فايز بيقول له اسمه والمكان اللي هو فيه بالظبط، وبيمسك الرصاصه اللي طلعها من رجله ويقول له ان الرصاصه دي بتاعت قناص محترف. والشخص اللي بيكلمه بيقول له انا عايزك تحدد لي مكانك بالظبط في انك تضرب طلقه في الهواء. وبيجي يضرب طلقه في الهواء لكنه بيتراجع في اخر ثانيه. وبيقول له الشخص اللي بيكلمه انت مش امريكي صح؟ الشخص اللي بيكلمه بيقول له كشفتني. وبيطلع الشخص اللي بيكلمه هو القناص العراقي البطل اللي وقعهم كلهم. ولما ايز بيتاكد من كده بتجيله حاله هستيريا وبيقوم يجري على اللاسلكي عشان يتصل ويطلب المساعده، لكن بيكون اللاسلكي بايظ ومش شغال. وبيرجع يكلم البطل العراقي تاني ويقول له هو في حاجه انت عايزها مني؟ العراقي بيقول له ايوه. ايز بيقول له انا مجرد جندي صغير في الجيش الامريكي ومش هتقدر تاخد مني اي معلومات. لكن القناص البطل بيقول له انا مش عايز اعرف منك حاجه، انا بس عايز اتكلم معاك واعرف انت مين. في الوقت ده ايز بيشوفها فرصه انه يستدرجه في الكلام عشان يبص من السكوب ويعرف يحدد مكانه بالظبط. وايز بيقول له انا مش هقول اي حاجه عني غير لما تقول انت الاول. والعراقي البطل بيقول له انا ما عنديش حاجه اقولها لك، انا مجرد عراقي بسيط. وبيبدا ايز يعمل حساباته على الارض عشان يعرف يحدد المسافه ما بينه وما بين العراقي. وبيرجع يكلم العراقي تاني ويقول له ان الناس اللي انت قتلتهم مالهمش اي ذنب لانهم بيبنوا الاقتصاد بتاعكم. لكن العراقي بيقول له بتبنوا الاقتصاد بتاعنا بعد ما دمرتوا بلدنا؟ وايز بيقول له ان الحرب انتهت. والعراقي بيرد عليه ويقول له طالما الحرب انتهت انت موجود هنا بتعمل ايه؟ الحرب لسه ما انتهتش. وايز بيبص يلاقي الجندي ده واقع وجهاز اللاسلكي، ويقوم ويروح عند حرف الجدار ويقعد يتكلم مع العراقي ومفكر ان هو كده
كده بيشتته على ما يروح يجيب اللاسلكي ويرجع، لكن ما يعرفش ان القناص العراقي شايف الحيطه اللي مستخبي وراها وعارف مكانه وشايف كمان ماسيوس. وايز بيطلع قاروره الميه عشان يشرب لكن بيلاقيها فاضيه، ويبص عليها من الناحيه التانيه ويلاقي رصاصه خرماها، وفجاه بيلاقي العراقي بيقول له انا عارفك كويس قوي بأمارة قاروره الميه اللي مخرومه وجهاز اللاسلكي اللي بايظ والرصاصه اللي في رجلك. والعراقي بيقول له انا اللي عملت كل ده عن قصد عشان هيجي عليك الليل وهتموت من النزيف اللي في رجلك والعطش. وايز بيمسك السلاح بتاعه ويرجع تاني مكانه زي السحليه، ويقوم تاني ويبص من المنظار عشان يعرف يحدد مكان العراقي، ويبص على الشبابيك دي ويبص على كوم الزباله ده، ويقول لنفسه هو اكيد قاعد في كوم الزباله ده. وبينام ايز على الارض ويغطي وشه من الشمس، والعراقي بيقول له انا بعد ما اقتلك هقطع جلد وشك وهقلع عينيك وهقطع لسانك وهدبسه في صدرك. وايز بيقول له يا عم اقتلني وريحني. وبيقوم ايز ويقلع البدله بتاعته ويحطها على البندقيه ويحط فوقها الخوذ عشان يعمل حيله يخدع بيها العراقي، ويطلع البندقيه فوق. قال ايه يعني عشان القناص يضرب عليها ويكون باصص من التلسكوب ويعرف مكانه، لكن الخوذه بتقع والقناص العراقي بيكون شايفه ويقعد يضحك عليه. وايز بتجيله حاله يأس وبيمسك المسدس وبيبقى عايز يضرب نفسه بالنار، لكنه بيرمي المسدس ويقعد يعيط زي النسوان. في الوقت ده بتيجي رياح وبتخلي الجو كله غبار، ويقوم ايز ويروح عند حرف الجدار ويبص على اللاسلكي ويجري عليه عشان يجيبه، لكن القناص العراقي البطل بيكون شايفه ومش بيرضى يقتله، هو بس قاعد بيتسلى بيه. وبيروح ايز وياخد اللاسلكي ويرجع بيه، والقناص العراقي بيكون شايفه وبيضرب عليه نار، لكن الطلقه بتيجي في الحيطه. وبيجري ايز زي السحليه عشان يستخبى، وبيلاقي ميه في الشنطه اللي جابها مع اللاسلكي، ويلاقي كمان اكل، ويجي يتكلم في اللاسلكي لكن بيلاقيه مش شغال، وبيبص على السكوب لكن بيلاقي شاشته انكسرت. وهو بيكلم القناص العراقي بيلاقي فيه صوت تاني بيكلمه، وده بيكون الجندي ماسيوس اللي بيكون لسه عايش. وماسيوس مش عايز يتحرك من مكانه لان اي حركه معناها موته، وبيجيب المرايه الصغيره دي وبيعكس الضوء على ايز اللي بينبسط انه لسه عايش. وايز بيقول له ان هو عارف يحدد مكان القناص العراقي وهو دلوقتي موجود في كوم الزباله. وماسيوس بيمد ايده عشان يجيب البندقيه بتاعته في الوقت اللي ايز بيقعد يستدرج القناص العراقي بالكلام عشان يشتته عن ماسيوس، لكن القناص العراقي بيكون شايف كل حاجه بتحصل قدامه. وبينجح ماسيوس انه يوصل للبندقيه، وايز بيقول له ما تتحركش خالص لان اي حركه فيها موتك. وايز بيشتت القناص العراقي وبيقوم ماسك البندقيه بتاعته ويضرب طلقات في الهواء. في الوقت ده ماسيوس بيمسك البندقيه بتاعته ويضرب على كوم الزباله اللي موجود فيها القناص العراقي، لكن القناص العراقي بيديله واحده في كتفه. ساعتها ايز بيعملها على نفسه، وماسيوس بيمسك البندقيه ويزحف عشان يروح لايز، لكن العراقي بيديله واحده يخليه يقابل وجه كريم. وبيروح ايز عشان يتكلم في جهاز اللاسلكي لكنه بيفشل للمره المليون، ويقوم جايب القطعه البايظه من جهاز اللاسلكي التاني ويركبها في جهاز اللاسلكي بتاعه، وفعلا بيسمع اشاره من مركز المساعده ويجي يكلمهم، لكن القناص العراقي بيقطع الارسال عنه وبيعمل حاجه بسببها ايز كان هيتجنن. القناص العراقي البطل بيكلم مركز المساعده على انه ايز وبيخدعهم ويقول لهم ان الوضع عنده تمام لكنه محتاجهم يجوا عشان ياخدوه. ومركز المساعده بيقول له قدامنا 80 دقيقه ونجيلك. وايز بيفقد الامل وبيغمى عليه، لكنه بيصحى بسبب الغراب ده اللي قاعد بينقر مكان الجرح بتاعه، وبيقوم ويمسك الخشبه دي ويربطها بالحبل ويرميها على القناصه بتاعت ماسيوس لان الطلق بتاع القناصه بتاعته خلص. وبيجيب القناصه وبيثبتها. في الوقت ده بيكون الطيران الامريكي جاي عشان ياخده، لكنه بيوقع الجدار وبيعمل غبار كتير بسببه. القناص العراقي مش بيقدر يشوف منه كويس، وبيضرب على القناص العراقي ومفكر ان هو كده قتله. والمساعده بتيجي وتاخده وتحطه في الطياره، لكن القناص العراقي بيقتل جندي منهم ويقوم قاتل التاني ويوقع الطياره ويموت كل اللي فيها. وينتهي فيلمنا على كده. يا رب يكون الفيلم عجبكم. مع السلامه.